السلام عليكم، كيف الأخبار يا جماعة الخير؟ كيف الأخبار؟ كيف الحال؟ احنا دلوقتي قبل ما نبدأ خالص احنا دلوقتي في رحلة الوصول ل100,000 مشترك. عايزين قبل ما نبدأ تدعمنا بلايك، باشتراك. اللايكات طبعا من الحاجات اللي بتدعم الفيديو وبتخلي اليوتيوب يقترحها على الناس. فخلينا نبدأ على طول. الفيديو النهاردة فيديو على اقتراح الجمهور أو أحد الناس اللي بتتابعني، وأنا برضو بتابعه، من قناة حسن شتاين. قناة فكرية بتتكلم عن أمور فكرية وكذا. يا خلينا نبدأ نتكلم عن موضوع الاستمرارية. ناس كتيرة بتسأل، أو أكيد ده كله ده خاض في عقول أغلب البشر، اللي هو أنا في حاجات كتيرة ما بستمرش عليها ليه؟ إيه السبب؟ فخلينا نبدأ أحكي تجربة شخصية أنا مريت بيها. إن أنا قعدت سنة كاملة في الجيم، سنة كاملة كنت بروح الجيم، مستمتع. ايه التركات النفسية اللي اخدتها مع نفسي عشان استمر على الموضوع سنة او اكتر من سنة؟ طبعا أنا دلوقتي موقف موضوع الجيم بسبب بعض الظروف الصحية. كنت اتكلمت ده عن فيديوهات كتيرة جدا، فممكن مش هذكرها بعدين يعني. بس انا موقف حاجات كتير جدا في حياتي، او يعني ايه، بحاول انا ايه اخد الامور على الهادي. لان ما عنديش طاقة اصلا عشان اروح الجيم. فيا خلينا نبدأ مرة واحدة على طول. اول ما بدات انا كان عندي معلومتين. كنت قارئ معلومه من الكتاب النفسي اللي كنت عامل عنه فيديو، اللي هو الفصل، او كان بيتكلم، كنت عامل عنه فيديو اللي هو بتاع كيف تعالج نفسك بنفسك. الكتاب ده كان فيه معلومه ان انت لو عايز تعمل حاجه او تبدا في حاجه، ان انت تبدا واحده واحده وتعملها بحب، تحاول تحبب نفسك فيها. وجيمس كلير كمان كان قايل برضو تقريبا نفس الكلام، وانك تبدا واحده واحده في الحاجه. حتى انا كنت بروح الجيم لمده 3 اسابيع، 3 ايام، 3 ايام في الاسبوع. كل اسبوع بروح 3 ايام. في اسبوع مثلا ممكن وقع مني عادي بكمل الاسبوع اللي بعده. في اسبوع مثلا رحت يوم واحد بس. كله ده عادي يعني. اهم حاجه ان انا اكون مستمر. القصه كلها في الاستمراريه. فانا كنت واخد بعض الامور دايما قبل ما ابدا اي حاجه بديها اسبابها. ايه السبب ان انا بعمل الحاجه دي؟ مهم جدا يا جماعه الخير انك تكتب السبب، والسلام لو تكتبه في ورقه عشان لو نسيته. عشان لو نسيت السبب ان انت بتعمل حاجه، تيجي في لحظه نفسك فيها تعبت، ارهقت، فتقول لك بص، انا ليه بعمل الحاجه دي؟ خلاص ملهاش لازمه، مش لازم اعملها. فكتابه الاسباب في ورقه بيخلي الموضوع بالنسبه لك، في اوقات الضعف تعرف ان انت تكمل. ده اول حاجه، كتابه السبب. تاني حاجة ان انت لازم تعمل مشاعرك. يعني الحاجة دي صراحة كنت سامعها لأحد العلماء، كان بيتكلم ان انت العبادات ما ينفعش تكون عادات. بمعنى ان انت ما ينفعش مثلا الصلاة تكون عبارة عن حركات بس، انت اتعودت ان انت تروح تصلي وحركات. او ان انت اتعودت انك تسبح وخلاص فبتقول سبحان الله سبحان الله، ما بتفكرش. لا، لازم كل مرة تعمل قلبك وتعمل فكرك. يعني إيه تعمل قلبك؟ يعني تعمل مشاعرك. يعني تحاول تحس بالمشاعر وتستشعر المشاعر وانت بتقول الكلمة وانت بتتخيلها. فمهم جدا 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 جدا. لقيت الموضوع ده كمان لما جربته في العادات اليومية اللي انت عايز تبنيها. كل مرة كنت بروح الجيم كنت بفكر نفسي الأسباب، أنا ليه بروح الجيم؟ وعشان واحد اتنين تلاتة أربعة، وأحبب نفسي وأنا وأنا قاعد بتألم. وكان غرضي الأساسي من الجيم، كان عشان صحة، وكانت عشان حاجات زي كده وكده وكده. بس كان غرضي الأساسي أو هدفي ان انا اروح اتعود على الالم بس. ده كان كل غرضي، ان انا اروح اتعود على الالم اللي هتألمه في الجيم. يا وكل اللي كان بادئ وكان حاطط هدف. حتى انا قابلت واحد في الجيم كان بيقول لي انا اول ما اظبط جسمي خلاص بمشي من الجيم، لان هو هدفه وامله ان هو يوصل لجسم كويس. فلما وصل للجسم الكويس ما بقاش في هدف. ايه الهدف من ان انا اروح؟ خلاص بقى مفيش هدف. فكل ما كان الهدف بتاعك اكبر، او هدف ليه مدى طويل، كل ما كنت على الحاجه دي يعني تستمر عليها لمدى اطول. فانت لو كان هدفك تحصل على جسم كويس، ما تخليش ده هدفك انك تحصل على جسم كويس. لو كان هدفك ان انت صحتك او كذا، اوكي دي احد الاسباب. بس اللي عايز اقوله ان انت تبقى كل يوم انت رايح علشان انت عايز تحبب نفسك في الالم كل مره. انا شايف ده بالنسبه لي كان هدف ابعد. وكل ما كان الهدف ابعد والبعد النظر ابعد، كنت اتكلمت عنها في الفيديو اللي فات، ان كل ما كان عندك بعد نظر
كل ما كنت تثبت على الحاجه اللي انت فيها، كل ما كان عندك بعد نظر واسباب للحاجه اللي انت بتعملها واضحه، ايه، فتخليك مستمر اكتر. فخلي هدفك بعيد جدا جدا جدا، واسبابك ليها اثار لبعدين، وليها غايات لبعدين، مش لدلوقتي. حتى بعد موتك انا بعمل ده، خليها لله، بحيث ان انت لو مت انت برضو اخدت الاجر. فخلي عندك غايات عظيمه جدا، ده اللي يخليك تستمر. اكبر حاجه تخليك تستمر الاسباب القويه. فكل ما تروح الجيم انت مش رايح علشان والله انا عايز احصل على جسم كويس. نفس القصه دي لو انت عايز تبني اي عاده جديده في الحياه، ادي لها اسبابها، ادي لها اسبابها. واكتر حاجه، اكتر حاجه لقيت ليها اثر، مش ان انت تكتب الاسباب على ورقه، كنت بكتبها على ورقه، بس ان انت برضو تفكر بيها نفسك كل مره. كل مره انا رايح اقرا مثلا، أنا بقرا ليه؟ واحد اتنين تلاته اربعه، في عقلك كده انا بعمل ده عشان كذا كذا كذا. تمام. نفس القصه برضو، لازم تحبب نفسك، لازم تستحضر مشاعرك وتحبب نفسك. لازم انت لو حبيت خلاص اصبح الموضوع اراده نفسيه. ولما الموضوع يصبح اراده نفسيه انتهت القصه. اوكي، النفس بقى هي اللي عايزه بقى، مش العقل كل مره بيجيبها. ولو انت عايز تعرف تفصيل اكتر عن الموضوع العقل والنفس، انا عملت فيديو كامل على الموضوع ده يعني. تمام. فالاراده نفسها تبقى اراده نفسيه، مش مجرد بس اراده عقليه. ف يا وده اللي الموضوع ويدينا موضوع الكتابه. وده الموضوع ده استثارني الفتره صراحه، ان انا اكتب الحاجه اللي انا بعملها كل يوم. مثلا اجي قبل ما انام اروح محضر، انا والله بكره هعمل كذا 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 كذا. وكنت عملت انا على فكره فيديو كامل على موضوع ضرر الكتابه، والكتابه برضو ليها ضرر. الكتاب ليها ضرر في بعض الاحيان، وليها منافع في بعض الاحيان. فالموضوع ده استثارني يعني، امتى اكتب واكتب ايه، فاهمني ازاي؟ وهل اعمل تو دو ليست ولا لا؟ القصه كلها في النهايه انا بحب ادور ورا الحاجات، يعني ما بحبش مثلا واحد بيعمل كذا فاروح انا اعمل اقلده وخلاص. انا ايه الهدف ورا ده؟ طب هل الموضوع ده اصل، هل ليه كان حاجه زمان او كذا؟ احب ادور ورا الحاجه. فانا من وجهه نظري الشخصيه، ودي وجهه نظري الشخصيه، يعني ممكن تنفع معاك ممكن تنفعش معاك، بس انا شايف ان انت لو انت عايز تكتب الموضوع بالعقل، بالعقل، الموضوع كله بالعقل وبيعتمد عليك انت شخصيا. هل انت محتاج تكتب ولا لا؟ هل الحاجه دي مثلا حاجات كتيره جدا في بعض، لا محتاج اكتبها عشان ارتبها. مثلا حاجات في الشغل، لا الشغل لازم يتكتب. انا ده وجهه نظر عندي شخصيه، ان الشغل لازم يتكتب. ليه الشغل لازم يتكتب؟ حتى في الديون، حتى في ايه في الدين اللي هو لو الانسان بيتدين بدين لازم يكتبه. فامور الشغل عشان تعرف انت كسبت ايه خسرت ايه الكلام من ده. اللود هيبقى عالي على او التحميل على العقل هيبقى عالي جدا، ان انت تحط ده كله في دماغك. ممكن واحد عنده قدرات عقليه يعملها، ممكن، بس برضو الموضوع في النهايه برضو بيعتمد عليك انت شخصيا. هل انت محتاج تكتب؟ هل العادات واليوميات بتاعتك كتيره؟ يعتمد عليك. اما موضوع الكماليه ان انا اكتب، وفي ناس بتكتب بالساعه، ومن الساعه كذا للساعه كذا هعمل كذا، ومن الساعه كذا للساعه، انا بشوف ده نوع من الكماليه مش عقلاني. يعني اصل انت مش هتصحى كل يوم في نفس الساعه وفي نفس الحاجه وهتاخدها. ممكن ارسمها، انا عايز اعمل كذا. طب صحي، طاقتي ايه؟ انت مش برضو مش بتبني على اساس المهام بس. انت في عندك طاقه، ممكن النهارده طاقتي مش احسن حاجه، خليني ابدا بحاجه صغيره دلوقتي حسب مثلا مزاجك دلوقتي مش هيقدر يستقبل مثلا حاجه عايزه استيعاب قوي جدا، وانت دلوقتي فاصل. لا، ابدا بحاجه قليله تحسسني ممكن بعض المشاعر تنشط ذهني شويه، وبعد كده اخش في الحاجه التقيله مثلا. فالموضوع بيعتمد عليك انت. موضوع الكتابه يا جماعه الخير عقلاني. اوزن انت عايز تكتب ايه، وكمان انت على حسب تركيبه عقلك ايه، على حسب تركيبه عقلك انت ايه، على اساس هتكتب ولا لا. انا ممكن مثلا، يعني واحد يبني عاداته ازاي؟ هيبدا بحاجه واحده بس. مثلا هيبدا بموضوع القراءه. مثلا انا هاخد الاسبوع ده نص صفحه، استمريت على الاسبوع كامل، الاسبوع اللي بعده اروح برضو اقرا صفحه او ازود كام سطر، الاسبوع اللي بعده ازود شويه، الاسبوع اللي بعده ازود شويه. فانا خلاص بنيت العاده، بنيت عاده القراءه، فانا عارف كل يوم هعمل ايه. بعد ما بنيت عاده القراءه اروح ابني عاده تاني جديده. مش من يعني لو من ناحيه القراءه فاوكي، هزود مثلا كتاب تاني، او ازود مثلا كتاب من نوع تاني. وانا دي بشوفها من وجهه نظري انك بتبدا على حسب
صنف الحاجه دي ايه. يعني مثلا مش هقول مثلا هبدا قراءه بس ومش هبدا جيم. لا، الجيم ده نشاط بدني اوكي، ده ممكن ازود فيه لوحديه طبعا النشاطات البدنيه. اما النشاط الذهني ده برضه لوحديه. انت وصلت الفكره؟ يعني مش هقول مثلا هبدا قراءه وبعد كده بشوف موضوع الجيم ده. لا، الجيم ده موضوع بدني. يعني انت اليوم بتاعك برضه لو فاضي انت هتعمل حاجات كتيره جدا. انا بتكلم هنا دلوقتي لو انت عايز تبدا واحده واحده في الحاجه، ده بيعتمد عليك انت شخصيا. بمعنى انت دلوقتي لو عقليتك نفس العقليه اللي قلتها قبل كده، انت مش محتاج تكتب. خلاص انت عارف كل يوم هتعمل ايه، عارف كل يوم هتكتب هتعمل ايه، فمش مضطر تكتب. بالاضافه زي ما قلت انت على حسب نوع الحاجه. ده نشاط ذهني اوكي، هبدا فيه واحده واحده من ناحيه الامور الذهنيه. لا، في حاجه بدنيه دي تتفصل شويه عنها. في واحد في الطبخ دي حاجه تاني، يو نو وات. فكل واحد على حسب عقليته، على حسب عقليته. والجميل في موضوع الاستمراريه ان انت لما تستمر على حاجه فتره طويله جدا يديك ثقه في النفس، يديك نوع من الثقه ان انت تقدر تعمل بقدره الله، تقدر تعمل بفضل الله. فاهمني ازاي؟ مش قصدي ان انت تقدر ان انت مالك الشيء، بل انت عندك القدره، ما عندكش شك. مفيش موضوع الشك ده، مفيش موضوع ان انت مهزوز، ان انت لا ما عنديش ثقه ان انا اقدر اعمل ولا لا. لا، هيبقى عندك نوع من الثقه او نوع من عدم الشك النفسي انك تقدر تعمل الحاجه دي. يبيني اعمل ان شاء الله ان شاء الله عايز اعمل موضوع عن فيديو عن موضوع الثقه. ان شاء الله هعمله في الفيديو الجاي. هنعمل ان شاء الله الفيديو الجاي هيبقى عن موضوع الثقه بالنفس، وكم ان هي مؤثره جدا ولو شيء بسيط بس من الشك. لا، المره الجايه هو في اسرار ان شاء الله على الموضوع ازاي الثقه بالنفس مؤثره جدا 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 في النفس. ومش هتدركها غير لما تدرك نفسك. يعني انا حاسس كل المواضيع متربطه ببعض، انك تدرك نفسك. فيا جايز، ده هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش انك تشترك في القناه. عايزين نوصل يا جماعه الخير في اسرع وقت ل 100,000 مشترك. ده التحدي، ده التحدي اللي احنا ماشيين عليه ان شاء الله. هنوصله ان شاء الله باذن الله في اسرع وقت. وكنت محتار في الفتره الاخيره دي هل اصور فيديو اثنين وخميس ولا اخليها يوم واحد بس، عشان برضه الناس ما تزهقش مني. يعني لان كتر ما انزل محتوى ممكن الناس تمل اول ما تشوف الفيديو بتاعي تمل. ولا هل مثلا خوارزميات اليوتيوب مطلوب مني ان انا انزل كل يوم او اكتر؟ والله ما عارف. بس برضو انا مش بحسب الموضوع من ناحيه الخوارزميات بس، مش بحسب الموضوع برضو من ناحيه ماديات بس، لان انا مش فاتح اليوتيوب كشيء مادي. كنت اتكلمت على موضوع ارباح اليوتيوب برضو من الاعلانات، كنت عامل عليه تفصيل خاص كامل. فعشان كده انا واخد الموضوع عادي لاهداف تانية. وممكن ممكن الهدف مادي لونج تيرم بقى، حاجه على المدى البعيد، حاجه على المدى البعيد. فبس ما تنساش تاخد كام لفه كده في القناه لما تطلع. اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.